السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأتم بصحة واحسن حال. النهارده جايلكم فيديو جديد وبروتين جديد، كله طاقة وكله نشاط وكله حيوية وكله تحفيز جامد جدا. زي ما انتوا شايفين كده النهارده بدأ كل يوم بتاعي من الساعة 4. لا هو بدري قوي ولا متأخر قوي، في الوسط. بس انا استغليت الوقت ان الولاد مش موجودين فيه في قلب البيت معايا. قلت كده بقى اما اتنشط كده واتشجع واقوم بقى اخلص اللي ورايا، مع ان انا كنت تعبانه جدا يا بنات. ان انا الفتره ديت بفطم يونس ابني. هو عنده سنة وعشر شهور. ربنا يحميه يا رب ويخليهولي ويبارك فيه هو وأخوه. أنا قررت الموضوع دوت أخدته لما فكرت كويس جدا وقررت ان انا افطم، لان يونس كان معتمد اعتماد كامل على الرضاعة، ما كانش في غذاء ولا في اكل بيدخل جسمه. فالموضوع كان متعب الصراحة، وكان يعني متعب جدا بالنسبة لي، وان انا زعلانة جدا ان هو معتمد على الرضاعة بس ما بياكلش اي اكل، يعني ما بيغذيش جسمه بأي أكل غير الرضاعة. فأنا فكرت وقررت إن هو يتفطم علشان بقى نبدأ بقى إن احنا نأكل، ويبدأ بقى إن هو يشرب ويتغذى وجسمه يدخله كده غذاء وأكل. فالموضوع طلع صعب جدا، موضوع إن أنا أفطم موضوع طلع صعب جدا عليا. بس يعني الحمد لله هو اتعود ان هو ينام من غير رضاعة، ان هو ياكل، بدأ ان هو ياكل الحمد لله، اللهم بارك. الف حمد وشكر ليك يا رب. دي حاجة انا ما كنتش متوقعاها نهائيا ان هو هيبدأ ان هو ياكل. بس بجد الحمد لله ان هو بدأ ياكل كده، وفي اكل وغذاء دخل جسمه، وان هو الحمد لله نسى الرضاعة خالص. دي حاجة بسطاني ومفرحاني جدا ان انا شايفة ابني ان هو الحمد لله بقى احسن وبقى كويس. بس الموضوع بقى متعب بالنسبة لي. اي حد هيتفرج عليا او هيسمعني وانا بتكلم، اللي جربت التجربة بتاعتي عارفة انا يعني الاحساس بتاعي عامل ازاي والتعب اللي انا فيه. ربنا يشفي كل مريض ويخفف تعب اي حد، ويرحم امواتنا جميعا. ويا ريت نبدأ نصلي على النبي في الكومنتات يا بنات، عليه افضل الصلاة والسلام. ولو انتي لسه ما اشتركتيش في القناة واول مرة تشوفيني، اشتركي في القناة بتاعتنا عشان نزود العيلة بتاعتنا وتبقى اكبر عيلة. وتحطي لي اللايك، اهم حاجة اللايك يا بنات، عشان اللايك ده بيفرق معايا جامد جدا. وتحطي لي كومنت في الكومنتات تحت وتقولي رأيك في الفيديو. يا رب الفيديو ينول اعجابكم، يكون خفيف على قلبكم يا حبايب قلبي. زي ما انتوا شايفين كده الأوضة ما كانتش احسن حاجة، بس انا شلت كده الفرشة بتاعتي وغيرت كده الفرشة، وبدأت بقى ان انا امسح الخشب بتاعي علشان حسيت ان هو متبهدل ومتطرب وكده. وبدأت بقى ان انا امسحه واغير الفرشة وظبطت الملاية وخلصت كل دوت. وجيت كمان على سرير الاطفال، فرشته وظبطته وخلصت كل حاجة بقى، خليت الشكل احسن حاجة زي ما انتوا شايفين كده. وبدأت بقى ادخل بقى على التسريحة بتاعتي علشان الدنيا كانت زي ما انتوا شايفين كده. وكمان انا استغليت بجد الوقت اللي الولاد مش موجودين فيه، لان انتوا عارفين ان انا لما ببقى بعمل كده الحاجة والولاد مش موجودين او نايمين مع مش موجودين معايا، يعني في قلب الحاجة اللي انا متواجدة فيها، يعني سواء المطبخ او الاوضة او اي حاجة. وبرضو انا مش بعرف اسجل لكم غير الولاد لما بيكونوا يا اما نايمين. ودي حاجة كويسة جدا ان هم مش موجودين عشان استغل الوقت كده واتكلم معاكم ونتنشط كده مع بعض ونتشجع. وبدأت بقى ان انا امسح بقى المراية بتاعتي علشان كانت متجيرة ومتبهدلة، وظبطت بقى الفرشة بتاعتي، وبدأت بقى ان انا امسح بقى التسريحة والكومود، وظبطت الدنيا كلها ورجعت المفارش زي ما كانت. وبجد حوار التوضيح ده بالنسبة لي كان صعب جدا عليا، لان
انا تعبانه جدا الفتره ديت، فياريت تدعولي تحت في الكومنتات ان الفتره دي تعدي على خير، وان انا اعدي الفتره دي واقوم منها بسرعه. لان انا المره الاولانيه لما كنت بفطم يوسف ابني الكبير كان عدى فتره كبيره جدا 10 ايام، وكنت تعبانه جدا حرفيا، كنت بموت. بس الحمد لله يعني الفطام في يونس حاولت ان انا اخد بقى علاج واخد مضاد حيوي، وان انا اعرف ان انا اخلي الموضوع يعني معايا كويس. وزي ما انتوا شايفين بدأت بقى ان انا اجيب الهدوم بتاعتي. زي ما انتوا عارفين ان انا تعبانة ومش قادرة ان انا اعمل حاجة، فكنت يعني بنشر كده واشيل احط في الباسكت. وبس قلت بقى طالما انا اتنشطت واتشجعت معاكم اخلص بقى كل الهدوم اللي معايا ديت، لان انتوا زي ما انتوا شايفين الهدوم عبارة عن جبل هدوم. بس الحمد لله وبأمر الله انا خلصت الموضوع ده كله، وبدأت بقى ان انا اظبط كده الهدوم، كل واحد هدومه كده لوحده. وطبعا انتوا عارفين ان انا لما بشارك معاكم اي فيديو بحب ان انا يعني اجيب لكم اليوم معايا من اوله لاخره، وبحب ان انا اسرع كده في التطبيقات بتاعه الهدوم عشان ما يبقاش كل الفيديو عبارة عن تطبيقات. يا ريت لو انتي وصلتي معايا لغايه دلوقتي ما اشتركتيش اشتركي بسرعه في القناه وحطي اللايك بتاعك الجميل، علشان اللايك بتاعك ده يرفع الفيديو بتاعنا. ونصلي على النبي في الكومنتات يا بنات عليه افضل الصلاه والسلام. وهنا خلاص الدنيا كانت تبدا ان هي تغيم، لان انا قلت لكم ان خلاص ان انا بادئه اليوم بتاعي من الساعة 4. فالحمد لله ان انا انجزت وقت وخلصت كده الدنيا معايا، وجبت بقى عند الدولاب كده ومسحت المراية، لان انتوا زي ما انتوا شايفين كده كانت متجيرة ومتبهدلة وعليها بصمات الولاد، وكانت الدنيا مش احسن حاجة. خلصت بقى كده الدولاب وخلصت بقى الدنيا، وزي ما انتوا شايفين خلاص الدنيا كانت غيمت، وزي ما انتوا شايفين كده الأوضة متبهدلة وكراكيب ولعب الولاد ومش عارفة ايه. بس يعني الحمد لله عرفت ان انا اسيطر كده على الموقف كويس، وكنست كده كل حاجة وظبطت الدنيا. وبدأت بقى ان انا امسح كده الجزئية، يعني اكنس، معلش اعذروني، اكنس الجزئية ديت واروح على الجزئية التانية علشان بقى ايه اخلص بقى الأوضة كلها. وبدأت ان انا انفض كده السجاد بتاعي واكنس كده الجزئية ديت. وطبعا لميت كمية كركبة وبهدلة من قلب الأوضة، زي ما انتوا تابعتوا معايا الأوضة ما كانتش أحسن حاجة. هبدأ بقى ان انا ايه لميت خلاص شوية الحاجات اللي طلعت مني من قلب الأوضة، وبدأت بقى ان انا اجيب المية بمعطر وامسح كده الأوضة، لان انا بقى لي فترة ما مسحتش الغرفة بتاعتي. حسيت بقى ان انا ايه عايزة اخلي كل حاجة من حواليا نظيفة وكل حاجة فيها انتعاش كده. و بعد بقى اما خلاص خلصت هبدأ بقى ان انا افرش السجاد بتاعي. كان خلاص المية سبتها لغاية ما نشفت كده، وجبت السجاد وفرشته معاكم. وبجد انا ارتحت نفسيا لما لقيت موضوع الأوضة خلص معايا وان انا انجزت وخلصت. وده كان الشكل النهائي للغرفة يا بنات بجد. لو انتوا تابعتوا معايا لاخر الفيديو ما تنسونيش بالاشتراك واللايك والشير والكومنت. بحبكم جدا، وصلوا على النبي في الكومنتات. تصبحوا على الف خير.